حلقة جديدة بيبقى معانا ضيف ونجم جديد. نجمتنا النهاردة مش عايزة اقول لكم بقى العصيان. دي اكتر حاجة احنا بنحبها فيها. حواديت الشانزليزيه فظيعة. ازيك عاملة ايه؟ تخيلوا أن هذه المذيعة قد قتلت رجلا بسلاح أبيض. 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات. حلقتنا النهاردة يا جماعة بينطبق عليها مثل إيه؟ مثلين. المثل الأول اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. المثل الثاني واتقي الشر الحليم إذا غضب. رانيا صفوت يا جماعة مذيعة مشهورة في شبكة راديو قطلين. جمال ايه، رقة ايه، تعليم ايه، تعليم عالي، يعني متعلمة ايه، ما هيش جاهلة. كل الرقة دي والجمال ده وتقتل. اتفضل، هذه المتعلمة بتاعت المدارس، امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح. لا وكمان ايه، كانت بتقدم في الاذاعة برنامجين مش برنامج واحد اسمه على مزاجك والتاني اسمه في السكة. يعني يقول لك جاي تقول له في السكة. في لحظة غضب يا جماعة القطة المعطقطة ديت اتحولت لوحش كاسر. ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ يا منجم المهالك، يا منجم المهالك. نيجي بقى للقصة من أولها، بس فضلا وليس أمرا لو الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. المهم الحادثة ديت أو جريمة القتل دي حصلت في سيدة زينب، وفي أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك بعد الفطار على طول. المذيعة رانيا ديت كانت متجوزة يا جماعة واحد اسمه عبد الرحمن خليفة، وده كان شغال بلوجر على اليوتيوب ومعروف على السوشيال ميديا وله متابعين. المهم عبد الرحمن ده كان مشارك راجل أعمال في مشروع تجارة، وعشان يشاركوا في المشروع ده راح واستلف من واحد صاحبه مبلغ 600,000 جنيه. 600,000 جنيه. وعشان حظه السيء او حظه الوحش جه فيروس كورونا او جائحة كورونا، وقف كل حاجة في العالم وقفت. المشروع وقف والتجارة خسرت وعبد الرحمن خسر كل حاجة طبعا وبقى على الحديدة. وطبعا صاحبه اللي مسلفه ال 600,000 جنيه مالوش دعوه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا عايز فلوسي. بس عبد الرحمن بقى جوز رانيا هيجيب له منين؟ هو معهوش ولا مليم. المهم ايه اللي حصل؟ عبد الرحمن قام اختفى خالص، والراجل صاحب الفلوس يدور عليه في سلقط في ملقط ابدا مفيش عبد الرحمن، مالوش اي اثر. فقعد بقى صاحب الفلوس بقى يدور على اصحابه، اصحاب عبد الرحمن واهله وحبايبه، لحد ما لقى مين؟ لقى عديله اللي هو عديل عبد الرحمن اللي هو جوز اخت المذيعه رانيا صفوت. فقال له دلوقتي دليني على مكان عبد الرحمن ولك مني هديه كبيره ومكافاه كبيره، طبعا فلوس يعني. فوافق جوز اخت رانيا وقال له ربنا يسهل. حلو لحد هنا حلو. روحي ايام تعالي يا ايام، او عبد الرحمن مختفي ورانيا مراته بس هي اللي عارفه مكانه. بس كان بيروح لها كده سرقه كده، بيروح لها البيت من غير ما حد يشوفه. وفي يوم من الايام رانيا راحت لامها قبل رمضان باسبوع كده يا جماعه، وكانت اختها هناك وجوزها معاها اللي هو متفق مع راجل الاعمال انه هيدله على مكان عبد الرحمن. فرانيا قالت لامها ايه؟ يا ماما ان شاء الله انا وجوزي عبد الرحمن هنيجي نفطر عندك اول يوم في رمضان. وطبعا مين اللي كان قاعد وشايف وسامع؟ كان عديل عبد الرحمن وجوز اخت رانيا. سمع الكلام ده، اول ما سمع منها ان هم يجوا في اول رمضان راح بسرعه واتصل على رجل الاعمال اللي هو عبد الرحمن مديله ب 600,000 جنيه، وقال له عبد الرحمن هيجي يفطر عندنا في اول يوم رمضان عند حماته. وجه اول يوم رمضان واتجمعت العيله كلها على الفطار، وفجاه دخل عليهم 3 رجاله بعتهم رجل الاعمال اللي هو صاحب 600,000 جنيه، ومسكوا عبد الرحمن وخدوه معاهم. وبعدين كل واحد مش هروح لبيته بقى وايه. بس طبعا رانيا كانت منهاره طبعا عشان جوزها. وبعد كده عرفت رانيا من اختها اللي ما مشتش لانها كانت قاعده مع امها في البيت، جوزها اللي روح بس، عرفت منها ان جوزها هو اللي دل راجل الاعمال على عبد الرحمن. رانيا طبعا اتجننت يا جماعه وولعت نار وراحت جري وراه على البيت اللي هو بيت اختها اللي هو كان لوحده هناك طبعا لان اختها كانت قاعده مع امها، وواجهته بالحقيقه. والكلام ده كان يوم الحادثه بقى، كان يوم 13 ابريل 2021. فقال لها ايوه، قال لها انا اللي رحت وبلغته واللي عايزه تعملي اعمليه، الراجل عايز حقه في ايه؟
قامت اتجننت عليه وراحت جرت عليه وضربته على وشه وصدره وقعدت تضرب فيه بهستيريا وعصبيه وغضب. قام زقها، قامت وقع على الارض. لما زقها فراحت تضربه تاني، قام شديدة من هدومها وقام مقطع الفستان وزقها تاني، فوقعت على الترابيزه بتاعت الاكل او الطعام. وهي بتقع رانيا لمحت سكينه كبيره، قامت واخداها وجرت عليه وقعدت تضربه بالسكينه في رجله من فوق، يعني في وركه، ضربته من فوق بالسكينه في وركه كذا طعنه. ولاد القدر ما ينفذ يا جماعه. في طعنه من الطعنات ديت جت في عرق او شريان رئيسي متصل بالمخ، من الورك للمخ. الشريان ده لما بيتقطع الانسان بيموت. المهم مات. وهي جات لها حاله ذهول، رانيا جات لها حاله ذهول وهو نايم قدامها على الارض ميت ومش عارفه تعمل ايه ومش عارفه ازاي كل ده حصل، مش مستوعبه الموضوع. فصرخت، دخل الجيران لقوها لسه واقفه حتى وماسكه السكينه بايدها كمان. فاتصلوا طبعا بالشرطه اللي جت وخدتها. لكن الغريب في الموضوع، لكن الغريب والشيء العجيب على راي مادة الحناوي ان اللي خطفوا جوزها الشرطه قبضت عليهم وجوزها رجع سليم، واندهش لما لقى مراته عملت كده. ويا عيني لبست رانيا صفوت، لبست القضيه. وفي يوم 21 يونيو سنه 2021 تم الحكم على رانيا صفوت بالسجن 5 سنين مع الاشغال الشقه. وفي خبر بيقول انها طلعت بكفاله 50,000 جنيه. بس ايه بقى؟ بعد ما خسرت شغلها وسمعتها وشهرتها وخسرت كمان نفسها. فعلا يا جماعه ليس الشديد بالسرعة يعني بالقوة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ورانيا ضيعت نفسها وخلاص. وشكرا لكم على حسن استماعكم. تخيلوا أن هذه المذيعة قد قتلت رجلا بسلاح أبيض. هي حادثة فاجأت المصريين صباح اليوم، جاء فيها بأن مذيعة شابة تدعى رانيا صفوت وتعمل في محطة إذاعية محلية أقدمت على قتل زوج شقيقتها طعنا. الجريمة ارتكبت أمس في أول أيام شهر رمضان المبارك في منطقة السيدة زينب وسط القاهرة، وبعد وقوعها تم إلقاء القبض على المذيعة التي لم تنكر التهمة على الإطلاق، بل اعترفت بذلك وقالت إنها كان في حالة دفاع عن النفس بحسب ما صرحت به في التحقيقات الأولية للشرطة. لكن كيف ولماذا حدثت الجريمة؟ سؤال حير الكثيرين من متابعي هذه المذيعة. يتبين لاحقا بحسب التحقيقات أنها ذهبت إلى منزل الضحية بسبب كشفه عن معلومات وجود زوج المذيعة الهارب بدوره من العدالة لأسباب مالية. لهذا استشاطت المذيعة غضبا، ذهبت لتعاتب الرجل في منزله، إلى أن الأمر تطور شيئا فشيئا ليصل إلى الاشتباك بالأيدي. بعد ذلك وجدت رانيا سكينا موضوعا على الطاولة، أخذته وطعنت زوج شقيقتها الذي مات جراء هذه الطعنة.